صلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سوف نتكلم عن فوائد القهوة بدون مقدمات. فوائد القهوة للبشرة للرجال والنساء. القهوة بوتوكس طبيعي للوجه، تزيل آثار حب الشباب والرؤوس السوداء لأنها تحتوي على الكافيين اللي بينشط الدورة الدموية ويورد البشرة. مفيدة أيضا للشعر، بتزيد تدفق بصيلات الدم في الشعر. وأيضا أفضل الشامبوهات هي اللي بتحتوي على الكافيين، بتعمل على نضارة الوجه، مفيدة للهالات السوداء اللي تحت العين. طريقة: تأخذ القليل من النشا والقليل من القهوة والقليل من صفار البيض، تخلطهم جيدا وتحطهم على البشرة لمدة 10 دقائق. أيضا تأخذ القهوة تخلطها مع العسل وتعمل سكرابت لوجهك، تزيل آثار حب الشباب وتزيل الرؤوس السوداء. وأيضا الممثلة نادين جيم وملكة الجمال تقول أنها تستعمل دائما مكعبات الثلج بالقهوة، تزيل لها التجاعيد من تحت العين وتزيل لها الهالات السوداء. طريقة نادين جيم في مسك القهوة أنها تأخذ القهوة، تكون أورغانيك، تضعها في الماء مغلي، ثم تضعها في جريبات الثلج حتى تصبح مكعبات ثلج. عندما تصبح مكعبات ثلج تضعها في الصباح تحت عينيها أو في وجهها. تقول أنها عملت لها نضارة جميلة جدا في الوجه وأزالت لها التجاعيد. وعملت أيضا وصفات كثيرة، إذا تريدني أن أتحدث عن وصفاتها وأعمل لكم وصفات مثلها قولوا لي في التعاليق. المهم، تأخذ أيضا القهوة تخلطها مع الزبادي بدون سكر ومع القليل من خل التفاح، تضعها على البشرة وتشطفها، فقط تضعها 10 دقائق، ثم تشطفها بالقليل من الماء ولا تفرك وجهك كثيرا كي لا تجرح وجهك. أيضا هناك الكثير من أطباء التجميل ينصحون باستعمال القهوة ويقولون أن للقهوة العديد من الفوائد على البشرة، لذا لا تستهينوا بالقهوة لأنها كنز حقا. أيضا هنالك ممثلات كثيرات يعملن القهوة. لو تريدونني أن أجلب لكم الوصفات اللي بيعملوها قولوا لي في التعاليق.